ايه يا علي معلول؟ يا علي معلول ايه اللي حصل لك؟ انت في يوم وليله صغرت 20 سنه؟ ما انت كنت لسه واقع وبقول لك علي معلول كبر وعلي معلول مش عارف ايه. اما العود العطر يعود يا علي. بصراحه يا ابني انت عملت مباراه للتاريخ، مباراه لا تنسى. النهارده ليله بكى فيها كوكب اليابان، ليله بكى فيها كوكب اليابان على اللي عمله الاهلي النهارده في اراوا الياباني. 4-2 يا ابني، 4. ده اراوا ده نص الفرقه من اوروبا. وقبل كده علم على القاره الامريكيه، وقبل كده كسب في فريق في اوروبا. ايه حكايتك يا اهلي؟ ايه حكايتك يا ابني؟ يا ابني انت عاوز تسيب الدوري المصري وتلعب في الدوريات الاوروبا؟ الاهلي بصراحه النهارده لعيبه رجاله، لعيبه الاهلي رجاله، لعيبه الاهلي النهارده نزلوا مسكوا الفريق الياباني قالوا له احنا بنستورد منك كل حاجه، بنستورد من اليابان كل حاجه، حتى المفرمه اليابانيه. احنا النهارده الاهلي فرمهم في المفرمه اليابانيه اللي احنا بنجيبها من بلادهم. النهارده الاهلي لعيبه رجاله، اثبتت ان الاهلي لعيبه ومعدن رجاله. النهارده الاهلي صالح جمهوره، صالح جمهور الاهلي كان نفسه يلعب السيتي، بس النهارده لعيبه الاهلي صالحوا الجمهور. لو كان النهائي الاهلي والسيتي كان نهائي هيبقى ليه العجب يا جماعه، كان نهائي هيبقى ليه العجب، لان الاهلي فريق كبير بصراحه بيعرف يلاعب الفرق الكبار. النهارده الاهلي بيعرف يلاعب الفرق الكبار. الاهلي يا جماعه السنه اللي فاتت حط على زعيم اسيا، حط على الهلال السعودي اللي فرقته برضه نصها من بره، وفريق صارف ملايين. خدوا كام يا جماعه؟ ده خدوا 4 برضه. خدوا ايه حكايه 4؟ ده الاهلي معلم على اسيا كلها بالاربعات. ايه حكايتك يا اهلي؟ ايه حكايتك كل ما بتلعب على برونزيه بتاخدها يا اهلي؟ حتى لو من مين؟ حتى لو من فريق امريكي جاي من البرازيل يا جماعه، حتى لو فريق من امريكا الجنوبيه جاي من البرازيل، الاهلي علم عليهم قبل كده. كان نفسنا نلعب قدام السيتي، كان نفسنا ابننا محمد عبد المنعم يمسك هالاند، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. لعيبه الاهلي لعيبه رجاله، لعيبه النهارده موتت نفسها. النهارده الفريق كله. ايه حكايتك يا امام عاشور؟ ايه حكايتك يا ابني؟ يا ابني انت مشيت من عندنا عشان تروح تلعب كاس العالم؟ ما انت في يوم من الايام ممكن الزمالك يلعب في كاس العالم. انت استعجلت يا امام ورحت خدت برونزيه بدري. يا عالم كنت مع الزمالك ممكن تاخد ايه يا ابني؟ يا عالم ممكن كنت تاخد ايه؟ النهارده امام عاشور انه عمل مباراه حلوه، لعيب كبير ولعيب تقيل، ولعيبه الاهلي وبرسيكاو وكهرباء. والدنيا النهارده دي ليله للاهلاويه، ليله ولا الف ليله. النهارده كمان الاهلي سيبك اللي هو كمان ضيع ضربه جزاء، كان هيبقى الخامس وكانت هتبقى ليله سودة على قراوه وعلينا. النهارده الاهلي ضيع اجوان كتير يا جماعه. الاهلي بصراحه النهارده كان بيعزف على الكمانجه، خد الفريق الياباني حذف على الكمانجه وعرف اليابانيين اللي احنا في كوكب تاني، اللي مصر في كوكب تاني. النهارده بقى هيتكتب في كل الماتشات في اليابان ليله بكى فيها كوكب اليابان، ليله بكى فيها كوكب اليابان. ولا يفرق معانا يابان يابا ولا سين. الاهلي حتى على اراوا الياباني التنزاني. النهارده الاهلي خلى اراوا بدل ما هو اراوا الياباني خلاه اراوا التنزاني باللعب والفن والهندسه اللي الاهلي النهارده مزج بها المصريين. النهارده مصر كلها فرحانه، مصر كلها فرحانه يا اهلي على اللي انت عملته. انت بتحقق انجازات باسم مصر يا ابني، انت بتجبر الناس كلها اللي هي تحترمك يا اهلي. اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي بتخلي الناس كلها تحترمك يا ابني. الف مبروك للاهلي على النتيجه الكبيره اللي عملها النهارده. كل الناس فرحت. هو ده النادي الاهلي، وهو ده جمهور الاهلي، وهو ده اللي مستنيه جمهور الاهلي من لعيبه رجاله موتت نفسها في الملعب وصالحوا جمهورهم وقال لهم احلى ميداليه لجمهور النادي الاهلي والجمهور المصري اليوم. الف مبروك للنادي الاهلي.